يا وزير الاسطول هاتشي ماشي معقول الحافظ منير الكاتب الجهوي للجامعه الوطنيه للتعليم والتوجه الديمقراطي بجهه درعا تافيلات. كيف اخباركم اخبار الشرعيه التعليميه ان الوزاره اقدمت على توقيع اتفاق 14 يناير 2023 مع 4 نقابات اكثر تمثيليه، والجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي امتنعت عن التوقيع عن هذا الاتفاق بالرغم انها من النقابات الاكثر تمثيليه، ايمانا منها ان هذا الاتفاق إيمانا من الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على أن هذا الاتفاق سيكرس الهشاشة في الشغل، وكذلك سيكرس المزيد من الضحايا بناء على بوادر بنوده. وكما في علمكم أن خرجت العديد من الفئات التعليمية رافضة لهذا الاتفاق، وفي هذا السياق تأتي احتجاجات الأطر الإدارية المتدربة بالمغرب. وفي جهة درعا تافيلات في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعا تافيلات هناك مقاطعة شاملة على التصديق على مجزوءات التكوين في مركزي الرشيدية كمقر الرئيس وكذلك مركز ورزازات. ولن تفوتنا الفرصة في الجامعة الوطنية للتعليم للتأكيد على ضرورة توحيد نضالات الشغيلة التعليمية والصمود من أجل تحقيق نظام أساسي منصف وموحد، وكذلك لن يخلق ضحايا جدد ويقطع مع الهشاشة في الشغل بتكريس التوظيف بالتعاقد أو ما يسمى عند الوزارة بتوظيف جهوي. يبغينا يكون بالإخلاق التضامن نبيل غنموني، اطار اداري متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين بالرشيديه مقر الرئيس. اولا جاءت هذه الوقفه نداء للتنسيقيه الوطنيه للاطر الاداريه المتدربه فوج 2022-2023. جاءت هذه الوقفه رفضا لمخرجات اتفاق 14 يناير 2023 بين الحكومه والنقابات التعليميه، لأن هذا الاتفاق أفرز ضحايا جديدة من بينها الأطر الإدارية المتدربة لهذا الموسم. أولا بالنسبة للوقفة هنا نطالب أولا بعدم قرصنة السنوات الأقدمية في الدرجة الأولى، لأن كما هو معلوم الشروط التي ولجنا بها في المركز هي شروط تعجيزية، 15 سنة أقدمية، درجة أولى، إجازة. ومطالبنا في هذه الوقفة تتمثل أولا في عدم قرصنة سنوات الأقدمية والتخرج بالدرجة الممتازة نسوة بباقي القطاعات الأخرى التي تستفيد أطرها من هذا الامتياز ومن هذه الترقية. شكرا من هذا المنبر، شكرا لصحيفة المجهر على تغطيتها لهذه الوقفة الاحتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين، وشكرا للنقابات التي ساندت هذه الوقفة. شكرا جزيلا.